دلوقتي انا خلاص رحت قعدت على لوحدي في حته بعيده، سبت كل الحفله وكل التكريم. هسألكم سؤال يا جماعه، ايه اكتر حاجه استنيتوها في حياتكم واستنيتوها قد ايه؟ اطول فتره استنيتوا فيها حاجه في حياتكم قد ايه؟ افتكر في يوم من الايام انا ابويا خدني من ايدي وقال لي يلا هنروح المدرسه. دخلت كي جي 1، كنت خايف جدا مرعوب، يا بابا ما تسيبنيش، طب هات جنيه ونص، هات جنيه ونص، هات اي حاجه، طب ما تمشيش. ده حصل فعلا. حلم ابويا وامي في اليوم ده ان هم يشوفوني دكتور، وكان صعب قوي، يعني يحلموا اكتر من كده. وكان اي حد يشوفني يقول لي يا يوم ما تتخرج. انا دخلت الحضانه وانا عندي 4 سنين، دلوقتي انا 26 سنه، يعني 22 سنه مستني اللحظه دي. 22 سنه انا بكيت وتعبت وحاربت نفسيا ووقعت واتكسرت كتير، وثقتي في نفسي اتهزت، وحسيت ان الدنيا صعبه جدا، وعندي اهل انا نفسي افرحهم، وحسيت ان الرجوله والمسؤوليه بالافعال، والفعل هو انك تفرح ناس يعني تعبوا معاك قوي، وده اقل تقدير ليهم ان هم يشوفوه حاجه كويسه. طبعا انا سعادتي لا توصف. ليه؟ لان انا لو حد يشوفني ال8 سنين اللي فاتوا قبل الامتحانات وانا بذاكر وانا مضغوط قبل الامتحان وببكي من كتر الضغط اللي عليا، خاصه ان انا كمان كان عندي مشاكل كتير، هيعرف قد ايه طعم اليوم ده بالنسبه لي كبير. امي قاعده واختي وكلهم مبسوطين. اي حد كان يشوفني في يوم من الايام يقول لي يا محمد امتى هتتخرج بقى، يا رب احضر تخرجك. في ناس كتير ماتوا وكان نفسهم يشوفوا اللحظه دي، انا بهديها لهم. ربنا يعني يفرحهم ويكونوا في الجنه دلوقتي مبسوطين ونعيمها، ودول كان نفسي جدا افرحهم بس انا ما لحقتش. يعني انا عايز اقول لكم ان فكره انك تفرح اهلك وانك تحطهم قدام عينك وانك تتشرف بيك الناس لانك وصلت لحاجه صعبه انت حاربت وبكيت واتكسرت ووقعت عشانها، وانت انسان وبتغلط عادي، احنا مش ملايكه. دي حاجه صعبه قوي 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 قوي. الفيديو ده انا بعمله ليه دلوقتي؟ بعمله عشان يكون تحفيز لكل حد فيكم، كل حد سايب مذاكرته وسايب اللي وراه وفاكر بالغلط ان اي حاجه تانية هي اللي هتوصله. والله العظيم ابدا. بس انا عايز اقول لك حاجه، العبره بالنيه. فرحوا اهاليك، حط نيتك انك تفرح اهلك، حط نيتك ان انت تسعد ابوك وامك اللي بيتعبوا عشان يجيبوا الفلوس ايا كان. حد يقول انا بابا بيشتغل بياع مخدرات وماما رقاصه، اقسم بالله الاب والام بحبهم بالفطره مجبورين عليه، بس الذكي اللي يعرف يطلعه. النهارده انا بشارككم لحظه زي ما انا بشارككم كل حاجه. اتخرجت من كليه الطب بعد 8 سنين، دخلت 2010 تقريبا، خرجت 2017 واشتغلت في المستشفيات سنه، والنهارده يوم تكريمي. ان انا عايش بعد مشوار كان صعب حد يعيش بعده. انا مبسوط. انا الناس اللي كانت تقعد تسالني محمد انت تقديرك ايه؟ بتاعنا جد جدا مرتفع، ده تقدير كويس برغم الظروف اللي انا شفتها. الحمد لله رب العالمين. اقسم لكم بالله، ولا بص مفيش شيخ عامل شعره كده، مفيش شيخ ده منظره كده، بس اقسم بالله ما حاجه هتوصلكم للي انتوا نفسكم فيه الا الصلاه والدعاء. ادعي يا راجل، ادعي. افتكر في يوم من الايام كنت في ثانيه ثانوي ويعني وكلهم شاكين ان اعرف اجيب مجموعه، بكيت لله والله وانا في صلاه فجر. انا ضعيف وعايز يساعدني ومش لاقي حد، وانا من نوع عندي عزه نفس ما تكسرش البشر ابدا. قلت يا رب يا رب انا نفسي اجيب فوق ال 100%، وكان وعمري في حياتي ما جبتها. دخلت كليه الطب واتخرجت منها. لكل حد عايش في حياتي واهلي اللي هم قاعدين جوه دلوقتي مستنيني واصحابي، وانا خدت بعضي وشوف قاعد في مكان منعزل عنهم تماما اهو، عشان انتوا حبايبي. والله العظيم بحبكم في الله. ومن اول ما عملت فيديوهات من 3 سنين وانا مش ليا غرض اقسم بالله غير ان انا افيدكم وافرحكم واغير حياتكم للاحسن. كل حاجه انا وقعت فيها وتعلمتها وغيرت حياتي للاحسن انا كنت بحاول اعلمها لكم. ما كانش في احسن من النهارده يوم نشاركه معاكم. ربنا يفرحكم ويعينكم. مشوار كبير وخلص، ربنا يرزقكم السعاده وتفرحوا نفس الفرحه دي. خلصت كليه الطب البشري، بقيت دكتور، مع ان انا دكتور بقالي سنه بس يعني. والبلطو والحاجات دي احنا دافعين فيها 300 جنيه فكان لازم اطلعهم معايا في الفيديو. ربنا يسعدكم وحطوا نيتكم ان انتوا تفرحوا اهاليكم وان تكونوا حاجه عظيمه. مش عارف اقول لكم ايه تاني، بس انا فرحان. ربنا يفرحكم زي فرحتي.
مع السلامة.